بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صلوا على الحبيب المصطفى يا خير خلق الله. عطروا ألسنتكم بالصلاة على الحبيب. حبيت اليوم راح ندير معكم الصابلي اللي هنا كما راكم تشوفوا. عندي كاس تاع نشا وكاس تاع سكر ناعم، عندي 4 كاس تاع الزيت، وعندي 225 غرام تاع لابيل، وكيس تاع خميره، قرصه تاع الملح ولافاني. لهنا هادو عندي البيض، راح ندير حبه صفار وحبه نديرها كامله. وهذو لهنا عندنا راح ندير الذوق للعجينه تاعي، راح نقسمها وندير لها الذوق. لهنا كيما راكم تشوفوا هذا عصير الليمون، ومنه عندي الكاكاو، وهذا مبشور الليمون، وانا ما عنديش مبشور الليمون، يعني درت مبشور البرتقال. واللي عنده ذوق الليمون ثاني ضيفه به يعطيه هذاك الذوق الرائع. لهنا راني مغربله الفرينه نتاعي وموجدتها. راح نبداو على بركه الله. هنا اول حاجه راح نبداو نجيب البيضه نتاعي، رايحه نجيب الزبده تاعي ثاني نضربها. انا عندي البيضه تاع 500، درت النص نتاعها. لهنا راح نفرغ عليها هذاك البيض تاعي. لهنا عندي الصفار، تاع البيضه راني نقصو، وراح نزيد نفرغ عليه البيضه كامله. ونفرغ السكر الناعم حوالي كاس. راح ندير قرصه نتاع الملح، ندير قرصه ملح، راح نجيب الباتور تاعي، واللي ما عندهاش الباتور دير بيدها عادي، ما فيها حتى اشكال. راح نبداو بسم الله. نزيد الزيت، حنزيد رشة من لافاني قليل فقط، حوالي ملعقة صغيرة. حركت يعني حتى ولا بهذا القوام لهنا كيما راكم تشوفوا. راني بلحقت الحاله مره بالزبده. لهنا بعد ما ولا هكايا راح نجيب الكاس تاع النشا، نجيب تاع الكاس الكاس تاع النشا، وراح نقلبلو مع الكيس تاع الخميره. راح نحطوه هكذا، نحط نشا هكذا، نفرغ الكيس نتاعي
ونزيد نكب الباقي تاع الكاس. لهرا راح نخلط هكا بالعقل. ولازم كريمه خفيفه ريشه. هكذا خلط المهم نتاعو. لهنا راح نجيب نقسمها. راح نقسمها في صحن هكذا. عندي هذا الصحن وهذا راح نقسمها على نصفين باه ندير زوج انواع. تقدري يعني تحطيها حتى لثلاثه، يعني تقدري ديري بها 3 انواع عادي. تقسمي فقط على 3. حنزيد نقص شويه. راح نبدا نضيف المنكهات. لهنا هذا هو العصير تاع البرتقال، عفوا تاع الليمون. راح نضيفوه نصيروا يعني لهنا باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات. ولهنا يعني راح نجيب هذه الصفايه صغيره ونصب فيها هكذا. لهنا اللي عنده الملون يضيفوه. انا للاسف ما عنديش ملون، راح نكتفي به هكذا. نزيد هذا اللوزاز تاع الليمون. انا لهنا ما عنديش ليمون، درت بالقطار. وهكذا ونعطيه الفرينه حتى يتلم، لان الفرينه تاعي راهي مغلبله. راح نضيف غير بشويه ونخلط حتى تنشف لي الفرينه تاعي. ما نديروهاش يابسه خلاص، وما نديروهاش جايه. لهنا ما نعجنوش، نلم غير بالاصابع نتاعي هكا، يعني مانيش نعجن فيه، راني غير نلم. حتى تتحصلي على عجينه طريه كما هذه هكا كما راكم تشوفوا. شوفوا العجينه تاعي كيفاه راهي طريه، ماشي ناشفه خلاص. راح نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها على جانب حتى نزيد ندير العجينه الثانيه. لهنا راح ندير العجينه الثانيه. بعد ما غربلت الفرينه نتاعي راح نجيب ندير لها شويه تاع كاكاو، وعندي ذوق تاع الكراميل راح ندير لها ثاني قليلا من الكراميل. لهنا راح نبداو. اول حاجه راح نجيب الغربال تاعي وندير حوالي ملعقتين من الكاكاو، تسمى على حساب
اللون اللي تحبيه، مهم 2 ملاعق يكفيو. هكذا. وبعدها راح نجيبو الفرينة نتاعنا ونبداو نضيفو فيها غير بشويه. وقبل هذا راح نضيفو قليلا من لارون كما تشوفوا هنا، قس ملعقه صغيره لهنا هكذا. العجينه تاعت وراهي طريه، هذا مكان ما يجيش من نوع ذاك اليابس. حطها هكذا على جانب ونغلفها، خليها ترتاح. تحبي تخليها ترتاح نص ساعه خليها، راح تسهل عليك العمل. تحبي يعني ديريها في الساعه ديريها مش مشكل. راح نغسل يدي ونرجع لكم. لهنا رايحه نرحي شويه تاع قفريط اللي راح نزين به الكاطو تاع الكاكاو. لهنا كميه يعني صغيره برك تاع قفريط، ماشي حاجه كبيره، راح تكفيك وتفضل كيما انا. هذه الكميه يعني وفضلت لي بزاف هكذا. ورحيها راح نسكر عليها ونضيف لها شويه نتاع كاكاو باش تعطيه هذاك اللون تاع الشوكولا، باش يجي باين كي نطليو به الكاطو. ملعقه يعني صغيره برك، ماشي حاجه اللي كبيره، ما تكثريش باش ما يجيش يعني مر ولا حاجه. راح يعطيه واحد الذوق رائع ويجي الكاطو هايل هكذا. ورحيه جيدا. لهنا بعد ما رحيته هاي يعني النتيجه اللي تحصلت عليها. ني القفريط نتاعي، هذاك القفريط اللي تجي تاع الكرتون، ما فيهش يعني هذيك الكريمه بزاف، في حاجه قليله شغل كي تنحي هذوك الطبقات شغل ما كانش ندير له حاجه خفيفه برك قسم يلزق صافي. كي رحيته جا مفروق وجا يعني ناشف هكذا. تسمى يعني شريو هذاك الكفريط يعني تاع اللي يجي 3 في بعضاهم تاع التخفيض، هذوك يجيوش فيه الكريمه. بهذيك الكريمه مش راح تلم لكم الكفريط ويوليك شغل عجينه. لهنا راني بديت يعني نقنط في العجينه تاع الصابلي تاعي اللي درتها بذوق الليمون. لهنا راني بديت يعني نطبع فيها، طبعتها يعني بهذاك الجهه يعني اللي مثقوبه في الوسط، بصح شيطتني وما اللي نديرها تتكسر، تلصق لي هذيك العجينه لداخل. بعدها وليت يعني درت المربعات الجهه يعني اللي مش مثقوبه، ونعاود ندير فوقها بالجهه المثقوبه باش تتثقب لي. بعد ما درت هذه الطريقه اكتشفت طريقه واحده اخرى وهي سهله على هذه الطريقتين يعني. هذه الطريقه يعني بعد ما بديت ندير فيه هذوك الحبات تعمر لي هذاك الثقب، تعمر لي بالعجينه. كي وليت نطبع يعني بهذيك الجهه يعني المثقوبه، هذيك العجينه ما خلاتش العجينه تلصق لي. وليت يعني ما حبيتش نحي هذيك العجينه اللي في الثقب باش ما يلصقوليش الحبات كي ندير في الجهه المثقوبه. نحيهم يعني هكذا خفيف ظريف، بصح ما ننظفهاش جيدا، نخليها يعني مطليه هكذا بالعجينه من الداخل. هكذا كملت الحبات تاعي وجاو رايعين وما شيطونيش كيما الضربه الاولى. لأنا بعد ما خلصت العجينه البيضاء وليت العجينه تاع الكاكاو. جبت هذا المول تاع القلب وخليت الكيس تاع البلاستيك فوق العجينه وبديت ندير في القلوب نتاعي باه يجيو يعني مبومبيين.
لهنا كي درتهم هكذايا ما تقطعوليش يعني هذوك القلوب يعني جيدا، وليت يعني نعاود هكذا باش يتقطعوا. ها من القلوب تاعي واجدين، راح نحطهم في البلاطو ونطيبهم ورقيتهم يعني ما درتهمش خشام بزاف، لان راح ندير حبه فوق حبه ويجيو يعني رايعين، يجيو هكذا مبومبيين، يجيو روعه. ميم هذاك الابيض سيو ما تبومبيوش يعني ما تخشنوش العجينه بزاف، باش كديروا طبقه فوق طبقه ما تجيش الحبه عاليه بزاف. راح نحطهم في هذا البلاطو يطيبوا، وهكذا نكون خلصت، وراح نروح لمرحله التزيين. لهنا كيما راكم تشوفوا هاو الكاطو تاعي كيفاش جا. هذا يعني اللي درتو بالليمون، راح نزينو بهذه الكريمه سوبر كريم تاع الاناناس، وهذاك تاع الكاكاو راح نديرو غير بالكونفيتور ونطليه بالكفرت نتاعي اللي رحيته. راح نطليه هكذا في الوسط باش نلصق حبه في حبه، وكي يلصقوا لي نعاود نطلي الوجه غير بالبانس، اللي عندها بانس دير بالبانس، واللي ما عندهاش يعني تطلي هكذا برك بهذه الطريقه، ولا بالاصبع تطلي غير بالاصبع وتغطس في الرقائق تاع الكفريط، وراح تعطيك واحد الشكل راقي ورائع والمذاق ولا اروع. بهذه الطريقه سهله. راح ديري كميه تاع حلوه تشربي بها يعني القهوه، ولا ديريها في العيد يعني تجي ثاني مليحه رائعه. كما راكم تشوفوا جاء هايل شكلا وذوقا. هذا يعني راح يليق يجي في العيد يعني الكبير، مع انه العيد الكبير ما فيهش يعني كطوبات بزاف كما يقولوها عيد تاع اللحم. تقدري ديري هذه الكميه. انايا ب5 بنصف يعني تاع علبه لابيل، تما 250 غرام من الزبده. درت هذه الكميه الوفيره، يعني جات كميه لا باس بها. تقدروا يعني ديروها وتوفروا عليكم في العيد يعني الكبير، مع انه كامل تقريبا كامل المكونات موجوده في البيت، مش راح تحتاجي يعني تشري وتكلفي روحك. بات كوفريت صغير وكونفيتور ولا حاجه اللي عندك طلبيها وانتي درتي يعني حلوه. انا لهنا يعني مشيت حتى حاجه، كانت عندي هذيك النصف تاع اللابيل كانت موجوده في البيت، المكونات الاخرين ثاني موجودين. الكفريط يعني نصف باكي تاع كفريط رحيته، وشريت يعني غير هذيك سوبر كريم، وهي يعني رخيصه وتقعد لك يعني ديري بها عده مرات، يعني فيها كميه كبيره. لهنا يعني ماشي شرط ديري بهذه تاع الكيوي، اللي عندها تاع الليمون، مع اني درت الذوق الليمون راح يجي ثاني معاه الليمون يجي رائع. راح ندير هكذا ونملا الثقب نتاعهم، ولا من الاول راح نديري الطريقه اللي راح نديرها لك في الحبه الثانيه، يعني من بعد ما تملايش يعني الثقب هذاك وما تبلحطيش الحبه خلاص، راح من ضربه الاولى راح تجيك الثقب معمر هكذا بهذه الطريقه، وتحطي الحبه في النص راح يجي الثقب معمر، ما تعاودي تعمريه ما والو. هذه هي الحلوه تاعي، هاي كيفاش جات. نتمنى كانت عجبتكم، ونتمنى كنت خفيفه ظريفه عليكم. نتمنى دعمكم ومحبتكم وتعليقاتكم اللي تشجعني وترفع المعنويات. هذه هي الحلوة، هاي كيفاش جات رائعة وهشيشة وبنينة ما شاء الله. جربوها ومش راح تندموا، راح تعجبكم بالبزاف، خاصة يعني الهكذا ضيوف تاع الغفلة، ولا تصغفي يعني على حبيبات كاطو، ولا توجديهم لحباباتك هكذا جايينك عرضة،
حاجة يعني خفيفة ظريفة والذوق ما شاء الله. وما يحكمش يعني اليد يجي بالخف تخلصي. وش حنقول لكم حبيباتي، راح نقسم معكم حبة من هذا الحلوى. شوفوا كيفاش جاه هشيش ما تصبروش، جا رايح يتفرتت يعني وحده. شوفوها كيما الغريبية، جا خفيف كيما الغريبية هكذاك. هذا هو يعني الحلوى البسيطة، يعني ماشي حاجة اللي كما نقولوا احنا حاجة خفيفة برك تاع قهوة وتاع دار. نتمنى عجبتكم وما تنسونيش بالاشتراك، ونحبكم في الله.